السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اخواتي وحبايبي الغاليين. يا رب تكونوا في احسن حال وفي اتم صحة. يلا بقى النهاردة اعمل معاكم اكلة من اكلاتنا المصرية اللي هي يعني مشهورة جدا ومحبوبة عندنا، وهي بالنسبة لي هنا في البيت بتبقى اخف واسرع اكلة والله، وما شاء الله ما بيتبقاش منها حاجة. هنسمي الله كده. طبعا احنا عارفين انا هعمل معاكم الفتة. الفتة كنا بنعملها على اللحمة الضاني، على يعني لحمة ضاني، لحمة ماعز، بتبقى جميلة جدا. عملتها معاكم قبل كده. النهاردة انا هعمل الفتة مع الفراخ وبالطريقة ديت، يعني والله حتى لو ما عملتيش فراخ ولا اي حاجة معاها مش هتحتاجي ولا شوربة ولا اي حاجة، وهتبقى جميلة جدا كمان. اول حاجة انا سلقت الفراخ زي ما حضراتكم عارفين، زي ما عارفين كلنا. وهنا عملت بقى الصلصة بتاعتها، شوية سمنة كده، ومعاها التوم، حمرت التوم ونزلت عليها بالطماطم اللي انا ضرباها ومصفيها طبعا، وحطيت التوابل بتاعتها، شوية ملح وشوية فلفل اسمر، كزبرة، كمون، شطة، ده اختياري طبعا. وسبتها سبكت زي ما حضراتكم شفتوا كده. كلنا عارفين الفتة طبعا. هنا كمان يعني انا بقول لك اكله يعني موفره وبتقضي يوم. عملت بقى الرز، رز ابيض زي ما احنا عارفين، الرز بطشه بميه وبيبقى جميل جدا. وبعد كده خدت الفراخ حمرتها. وهنا بقى الحاجه الجديده بتاعتي، ان انا هنا معايا عيش، العيش ده طري، سواء خبزاه سواء مشترياه من بره، بحمصه كده في السمنه لغايه ما يبقى لونه كده ويبقى مقرمش شويه. وبعد كده بنزل بقى بيه في الصينية او الحاجة اللي انا هعمل فيها الفتة. نزلته كده في الطبق، ونزلت عليه بكبشتين من الصلصة، ونزلت عليه بعد كده بالرز. وزي ما حضراتكم شايفين شكل الطبق اهو. ان شاء الله تجربوها بالطريقة دي وتعجبكم، وبألف هنا وشفا. وكمان معايا شوية السلطة. وألاقيكم بخير مع فيديو جديد ان شاء الله.